مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وأبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو الدكتور فرهاد حمي، اختصاصي بجراحة الأطفال. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور فرهاد. مساء النور استاذ عماد، ومشكور إذاعة بوير على استضافتنا بالبرنامج اليوم. أهلا وسهلا فيكم. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم واستفساراتكم، فيكم تتواصلوا معنا عبر كومنت عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، أيضا عبر الرسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4، أو عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101. اليوم مثل ما ذكرنا أنه اختصاص طبيبنا هو جراحة أطفال، رح نحكي عن جملة مواضيع مهمة أو محاور مهمة جدا عند الأطفال. التشوهات الخلقية عند الأطفال، أشياء الحالات، كيف بيتم تدبيرها هون عنا بالمنطقة، شو هي العمليات اللي انشغلت وعم تنشغل هون. العديد من المحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور فرهاد. لا طبعا بشكر زملائي بالكنترول شيرين وأميرة. مثل ما ذكرنا فيكم تتواصلوا معنا، أو أي سؤال بيخطر على بالكم رح نكون مسرورين بإغنائكم لحلقتنا. دكتور فرهاد، هيك لمحة او اذا فينا هيك شوي نقرب على المايك دكتور مشان جودة الصوت. هلا الحالات الاشيع بالنسبة للتشوهات الخلقية عند الاطفال، ممكن هيك الخطوط العريضة نذكرها اكثر شيء؟ هلا بشكل عام أشياء التشوهات الخلقية بجراحة الأطفال بتكون هي التشوهات البولية أو تشوهات الجهاز البولي، وضمن التشوه الأشياء اللي يعتبر نوعا ما غير تابع للجهاز البولي الفتق الإربي. الفتق الإربي عند الأطفال طبعا هو يعتبر نوعا ما هو تشوه ناجم عن عدم انغلاق، أو في الطريقة اللي بتنزل منه الخصية من البطن للصفن ما بيتسكر، فبصير عنا شيء اسمه الفتق الإربي. في عنا الخصية الهاجرة اللي هو مثلا الإحليل التحتي أو المبال التحتاني، هي من التشوهات الشائعة بجراحة الأطفال. تجي بعد التشوهات الحشوية وتاليها التشوهات الصدرية، فتعتبر هاي التصانيف أو التشوهات الأشياء عنا. او الفكية حتى ايضا اللي تندرج تحت بالنسبة للتشوهات القحف الوجهي، يعني في عنا مثلا شفت الأرنب، الانشقاق مع أو بدون انشقاق شراع الحنك، تمام. في لها تشوهات أخرى اللي هي تشوهات القحف بشكل أساسي، تمام. هلا بالنسبة لتشوهات القحف الوجهي، هي الأشعة هي شفت الأرنب تمام. مع أو بدون انشقاق شراع الحنك بيكون. احيانا بيصف في صيوان الاذن في تشوه او انعدام فتحه كمان هيك، يعني احتمال يكون في عنا، تمام. احتمال هنا في عنا آه. تشوه بشكل صيوان الاذن مثلا الخفاشين احنا بنسميها، نعم. تمام. احتمال يكون في تشوه بالشكل او في زوائد حتى، صح. كمان تصنف من ضمن التشوهات، بس هي تعتبر من التشوهات المينيمال، يعني أيوة. التشوهات الصغيره هاي التشكلات. بس اما انعدام الفوهه او انعدام فتحه الصيوان او الرتق مثل ما بنقول، هاي تعتبر ضمن التشوهات الكبيره تابعه لزملائنا بمجال الاذن والانف والحنجره. ايضا كمان دكتور التشوهات، يعني معلش هيك خلينا نتعدى على الحوار تبعكم لموضوع القيلة السحائية اللي بتندرج تحت جراحات العصب. القيلة السحائية كمان إلى أشكال واسعة. تشوهات الأطراف مثلا في عنا القدم القفداء، القدم الروحاء. في عنا تشوهات مرات يكون في عنا انعدام عظم الكعبرة، بيكون في عنا مرات يكون في عنا تشوهات ناجمة عن الوضعية الجنينية بالرحم. أيوة. أساسا أو نتيجة نقص السائل الأمنيوسي. والعلاج طبعا بالنسبة له بتراوح تمام ما بين الجراحة أو ما بين الشيء الأخف اللي هو العلاج الفيزيائي للجراحة بأوقات لاحقة، وخلع الورك الولادي طبعا هو شيء ضمن هالتشوهات هاي. دكتور، هلا مثل هالحالات اللي ذكرتم الأشيع شيء، هلا كيف بيتم التوجه لها؟ يعني المريض بيجيكم محول من طبيب، المريض بيجيكم من المرافق مباشرة، او خلينا نحكي عن مرحلة ما قبل الولادة دكتور. هلا سابقا ما كانت في ثقافة المريضة المرأة الحامل تروح تحت إشراف طبيبة نسائية طيلة فترة حملها، واللي كان هلا صايرة عنا يعني هالإمكانية هاي متوفرة، مثلا مراقبة الحمل وتقصي موضوع
نوع التشوهات اللي ربما يعني تشاهد بالإيكو بل هي. لو نحكي عن مرحلة الحمل وما بعد الحمل، هل كيف بتوجهوا، كيف بتشخص؟ هلا بشكل عام التشوهات او التشوهات الخلقيه عند حديثي الولاده، طبعا نحن عم نحكي عن الاطفال فتره حديثي الولاده اللي نعم. هو اول ما يخلق الطفل لعمره 28 يوم. التشوهات شيء فينا نصنفه او يمكن تشخيصه ضمن الحياه الجنينيه، منها مثلا شفه الارنب او الشفه المشقوقه، انشقاق شفه او انشقاق شراء الحنك. في عندنا القيله السحائيه، القيله السريه، انشقاق جدار البطن. اغلب هاي التشوهات يمكن انه تتشخص بالاسبوع 20 لل 24 اسبوع حملي. تمام. بعض التشوهات لا يمكن تشخيصها خلال الحياه الجنينيه. صح. ولكن يمكن انه نتوجه لها. خلينا نحكي فرضا عن رتق المري. ما فينا نشخص رتق مري بالحياه الجنينيه عن طريق الايكو. تمام. بس فينا نتوجه مثلا 20 أو 25% من الحالات بيكون عندي زيادة بالسائل الأمنيوسي بعد الأسبوع 20 أو 24 أسبوع حملي. رقوقة الأمعاء إذا كانت مستوى قاسي، يعني إذا كان فرضا على مستوى الكولون أو القسم القاسي من الأمعاء الدقيقة، احتمال يتظاهر بالتوسع عرى معوية شديد، فبتبين عنا رتق الشرج. احتمال كمان تتظاهر العرى أو الكولونات فيه متوسعات. طبعا ما في شيء اسمه 100% من الحالات. بالنسبة لبعد الولادة إذا بدنا نحكي بالتشخيص، في شغلات بتكون ظاهرة للعين، يعني أكيد. مثل ما بقول بالعامية يعني بتقلع العين. صح. مثلا شفة الأرنب. تمام. او القيلة السرية هاي بتبين. القيلة السحائية كمان بتبين. تمام. بس مثلا في عنا نمط من انماط القيلات السحائية نحن بنسميها الاجان نقول الاوكيولتا او المخفية، ما بتبين للاهل. بالعيان يعني بالعيان ما بتبين. انشقاق جدار البطن، الاحشاء بتكون برا بتبين. الفتق الاربي ببين. الاحليل التحتي كمان بيكون مبين يعني. إذا بدنا نحكي عن الخصية الهاجرة مجرد بالجس أو المراقبة من قبل الأهل كمان بتبين. صح. القيلات الخصوية بتبين. في تشوهات ما بتكون واضحة للعيان، وهي التشوهات خلينا نحكي مثلا إنه في عندي تشوه بالصدر. إذا حكينا فرضا رتق المري. صح. تشوه رتق المري ما في الأهل يشخصوه. بالنهاية الأهل التوجه أو الإسعاف كيف بيجي إنه محاولة إرضاع تماما، بيتلوى الزرقاء، الطفل بيتعب، بيتشردق تماما. رتق المنعر فرضا كمان تابع لزملائنا الحنجرة. تمام. تظاهراته ما بتكون واضحة للعيان إذا ما شخصوا الطبيب. يعني بالنهاية تنفس الطفل هو تنفس أنفي، فبيزرق الطفل على البكاء بيرجع له اللون. فالواحد بيتوجه. طبعا صارت من ضمن البروتوكولات حاليا إنه سبر المنعر والمري قبل أول ما يخلق الطفل. تمام. للتأكد من سلوكية السبيل التنفسي والهضمي سوا. تمام. ففي حال الشك بوجود أي انسداد تمام يحال الطفل لإجراء استقصاءات لاحقة. كمان مثلا إذا بدنا نحكي فرضا في عنا تشوهات تانية تسمى مثلا تشظي رئوي أو النفاخ الخلقي، الكيسات الغدانية، كل هدول الكيسات البشرانية عفوا، فكل هدول تصنف ضمن تشوهات ما في الأهل يشخصوها. إذا بدنا ننزل لتحت أكثر كمان في عنا رتوقة الأمعاء أو رتوقة السبيل الهضمي، الكيسات التضاعفية وكذا وغيرها من التشوهات اللي ما في الأهل يشخصوها. بالنهاية أشياء الأعراض بتكون الإقياءات أو النفس بيتعب. تمام. وخاصة الإقياء مرات الأهل بيناموا على السيرة للأسف. لما يصير الطفل يتعب تنفسيا الأهل يعني في خوف من قبل الأهل. بس الموضوع الهضمي إنه ما تقبل الحليب، يلا يمكن بعد شوي يتقبل. يمكن بعد شوي. طبعا الأهل هون ما راح يعرفوا طبيعة الإقياء شو بيتصنف. تمام. إذا هو لون أخضر شو وضعه، إذا أصفر شو وضعه، إذا حليبي أو طعامي شو وضعه. فهون كمان بيجي دور طبيب الأطفال، لأنه هو دائما بيكون الطبيب المتابع ما بيكون طبيب الجراحة، فله دور هام كتير بالتشخيص وبالتوجه للتشخيص طبعا. أكيد. دكتور هلا كنا عم نحكي عن موضوع الأحليل التحتي. هلا خلينا نجاوب على سؤال الأخ دلشاد. طبعا مسرورين لما بتشاركوا انتم الحلقة وتسألوا أسئلة كمان. ضيفنا بالاستديو الدكتور فرهاد حمي اختصاصي بجراحة الأطفال. للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5 انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. دلشاد أحمد كاتب: تحياتي للجميع، عمر ابني 10 سنين. قبل كم سنة الدكاترة عملوا له عملية ثقب زائد بالعضو التناسلي اللي هو التحليل التحتي ربما، وسكروه من فترة، رجع الثقب مثل أول، فيحتاج لإجراء عملية جراحية من جديد مثلا، وهل يؤثر عليه ذلك مستقبلا؟ ولكم جزيل الشكر.
هلا بالنسبة للموضوع إذا نحن كنا عم نحكي عن الإحليل التحتي حصرا، نعم. تمام، لأنه في شيء نحن بنسميه ناسور إحليلي، يعني صح. بيكون في عنا فوهتين. تماما. فوهة هي فوهة وظيفية، وفوهة تانية هي فوهة مانا وظيفية بتنشال. إذا نحن عم نحكي عن الإحليل التحتي للأخدلشاد، فهون نمط الإحليل هو اللي بيلعب دور، نمط انفتاح الفوهة الموقع الشاذ هو اللي بيلعب دور. صح. في شغلة إذا كان مثلا الإحليل قضيبي يعني أو على الحشفة، تمام، حتى ولو كان جماليا مزعج، تمام، فهون الطفل بحياته المستقبلية راح يكون قادر على الإنجاب. وظيفة الانتصاب عنده راح تكون طبيعية. ما بيكون عقيم إلا إذا كان أساسا عقيم، تمام. حتى لو كان تحت الإكليل أو تحت الحشفة بشوي، تمام، كمان ما راح يسبب له مشكلة. بالتاريخ بيقولوا ملك فرنسا ملك لويس كان عنده إحليل تحتي، تمام، وبالنهاية أنجب ملوك بعده وأمراء بعده لحد ما خلصنا، تمام. بالنسبة لموضوع الإحليل إذا نزلنا أكتر وصلنا للقضيبي، تمام، يعني كان منتصف القضيب أو كان الإحليل فرضا على المستوى الصفن، فهون بيكون في يعني ضرر على موضوع الإنجاب، تمام، لأنه بالنهاية السائل المنوي احتمال يتم قذفه لبرا أثناء الجماع، تمام. فبيكون ساي عندي مشكلة. الشغلة الثانية إنه إذا في هو منشغل العملية، تمام، لما بيكون في عندي مسارين بوليين، يعني الطفل عم يبول من فوهة ناسور وعم يبول من فوهة تانية، صح. طبعا هون بيكون في ازعاج على اي مستوى، انه الطفل دائما بيكون معرض ليوسخ حاله خلال عملية التبويل، يتبلل دائما، فبيكون هون استطباب. بس الشغلة الاساسية بموضوع عمليات الاحليل التحتي، نسبة النكس بعمليات الاحليل التحتي او حدوث اي ناسور بين 10 و 15%، يعني سواء كانت بإيد مين ما كان، يعني تشتغل يعني نسبة كبيرة. نعم. إذا كان يشتغل أفضل جراح النسبة 10% 15%، فبضل حسب. هاي هي يعني حتى أنه علميا بيقولوا شغلة يعني ربانية، هاي تمام. والعمر الأفضل هو حاليا طبعا لكل المستمعين، العمر الأفضل لإجراء جراحة تصحيح الإحليل أو المبال التحتاني هو عمر 6 شهور. أبدا 6 شهور مجرد ما يخلص الطفل يفضل إجراء الجراحة، بحيث إنه الطفل وقتها ما في يتحرك، ما راح يكون في ردود على المنطقة التناسلية، ما راح يحبي ولا راح يزحف، تمام. فبيكون في تعاون أكثر وفي قدرة على ضبط الطفل بشكل أفضل. تمام. بينما الطفل اللي يبلش لسه جديد يمشي أو جديد يحبي، بالنهاية بيكون في زحف على المنطقة، بيكون في ردود، فهالمنطقة لازم عناية ما لا يقل عن شهر، وعدم القدرة على ضبط الطفل وقتها بيساوي عندي مشاكل اللي هي النكس أو النواسير. تماما. حلو كتير، شكرا على الإجابة دكتور. طبعا رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، دكتور فرهاد حميد ضيفنا بالاستوديو، عم نحكي عن محاور مهمة جدا وأشياء على الحالات اللي ينصابوا فيها الأطفال اللي التشوهات الخلقية خلينا نسميها. دكتور هلا حكينا عن موضوع فترة أثناء الحمل وبعد الحمل، مثل ما ذكرت انه عم يجي المريض متوجه او موجه من مرسل من طبيب اخر او كذا. هلا في بعض الحالات مثلا اللي تكون ما واضحه يعني، او تكون بمناطق نائيه يعني، وهالطفل هذا معه تشوه فلاني، ممكن لشو يؤدي؟ شو هي العوامل العوامل الخطوره اذا بدنا نسميها؟ طب هون صار بدنا نحكي عن نمط التشوه بالاحرى. نعم. تمام. بشكل عام فرضا إذا بدنا نحكي على التشوه على سبيل الجهاز أو التشوه بالصدر، تمام، إذا حكينا في موضوع حكينا فيه قبل، موضوع رتق المري، تمام، اللي بيظهر موضوع محاولات الإرضاع، تمام، مع رفض الطفل للإرضاع، بالنهاية بتلوها زرقاء نتيجة الاستنشاق. فهون نحن كل ما تأخرنا بالعمل الجراحي وتأخرنا بالتشخيص زادت نسبة الوفيات. صح. تمام. فالعمر يعني أبكر ما تم التشخيص وأبكر ما تم العمل الجراحي كانت النتائج أفضل مرجوة يعني. تماما. النتائج المرجوة تكون أفضل. طبعا هاي كمان إلى معايير منه بيتعلق التشوهات القلبية المرافقة، هدول الأهم، والوزن، هدول العاملين الأكثر أهمية إنه بموضوع السرفايفل أو نسبة البقية. إذا بدنا نحكي عن مثلا تشوه على مستوى السبيل الهضمي، أو خلينا نحكي فرضا رتق طرق صفراوية أو كيسة قناة جامعة يلي بتظهر بيرقان
صح. اليرقان بيكون انسدادي، ما بيكون والله انه الطفل بينحط بالغواصة او على المعالجة الضوئية، ما راح تروح. تمام، في عنده مشكلة كبدية. نعم. هل مثلا في عندي هالتشوه هذا فينا نصبر، او في احتمال ما يتم تشخيصه لعمر الشهر او شهرين، بس المدة الذهبية الواحد بيشتغلوا فيها لحد عمر الشهرين، وفي منهم بيقول لحد عمر 90 يوم، يعني معك مجال واسع لتشخص ولا تشتغل، تدرس يعني تعمل دراسة تماما دراسة كاملة بتتساوى وتنشغل تماما. نعم. فهون فيك تشتغل وانت مرتاح. بس بعد هالعمر المرجو تمام، شيء قطعي واكيد انك راح تفوت فرضا بقصور كبد. تمام، بعد قصور الكبد بيكون التشمع، وبنهاية تنتهي الحالة بالوفاة وعدم قابلية او عدم القدرة على اجراء العمل الجراحي، لانه اساسا انت عم تشتغل على عضو قاصر، يعني ما فيك تشتغل له شيء. بالنسبة لموضوع فرضا في تشوهات تانية نحن بنقول تشوه خلقي مكتسب، عفوا ما تشوه خلقي. مثلا إذا حكينا عن موضوع تضيق البوابة الضخامي، نعم، تمام، هون بيتظاهر الطفل بإقياءات، بس الإقياءات ما بتكون من عند الولادة، بتكون بعد الأسبوع الثالث من الولادة. أيوة. بعمر 21 يوم، واحتمال يعني تصير لبعد الشهرين. تمام، فبتصير في عندي هون بيكون في عندي قلاء، اضطرابات شوارد. هالاضطرابات هاي لبين ما تصير بدها وقت. فإذا كان في توجه والطفل مثلا ما صار فيه استنشاق، كمان يمكن انه يجيك الطفل والله عم صايرة معه هالحالة من 5 أيام او من 10 أيام، بس حالة الطفل العامة بتكون منيحة، بتسمح لك تشتغل له عمل جراحي. يصنف العمل الجراحي هنا عاجل وليس إسعافي. تماما. بالنسبة لمواضيع العمليات الإسعافية، خلينا نقول فرضا حتى رتوقة الأمعاء أو رتوقة السبيل الهضمي كمان بدها تتظاهر باضطرابات شوارد في حال تم التأخير. تمام، بس هون كمان فينا نصبر يوم يومين لضبط الحالة العامة، وبعدها تنشغل الجراحة لتأمين السبيل الهضمي، بس كمان تعتبر من الحالات الإسعافية. بس في شغلات إنه خلينا نحكي فرضا ريح صدرية عند حديث ولادة، صح، تحولت لريح صدرية خفيفة تكبر مع الوقت. تمام، طبعا الوقت احتمال يكون عبارة عن ثواني، احتمال يكون عبارة عن ساعات. تمام، تطور، بتصير ضاغطة على القلب، ضاغطة على الرئة الثانية، بتنتهي بقصور تنفسي، قصور قلب، تنتهي بالوفاة. فهاي حالة إسعافية بدها تدبير إسعافي مباشر فوري. تماما. فحسب نمط الحالة، انفتال الخصية او الفتق المختنق. خلينا نحكي اذا صار في عنا فتق. الفتوق بشكل عام، يعني هاي نصيحة لكل المستمعين، الفتق بشكل عام لما الام خلال مراقبة الطفل او خلال تغيير الاحفاض الاحتمال يكون فتق طالع. نعم. بس على الجس او على اللمس اذا كانت الاحد الابوين انه فيه يردوا لجوف البطن، تمام، فهون ما في خوف. بس انما طلع الفتق وكان ميبس محجر، أيوة. تمام، فهون في خوف. يعني لازم ينرد الفتق لجوا او ينرد يدوي وقتها، واذا ما رد راح يكون بده عمل جراحي اسعافي. لانه هالغصص نحن بنقول له غصص، العروه اللي بتطلع بتنقطع عنا الترويه. صح. اذا انقطعت عنا الترويه بتتموت. اذا تموتت صارت العروه اللي تموتت بدها قص وترجع تخيط الامعاء على بعضها. نعم. واحتمال حتى الفتق اذا كان حجمه كبير يضغط لي على عناصر الحبل المنوي اللي هي تروي الخصيه، بصير في عندي تموت بالخصيه كمان. صح. فهاي مشكله بحد ذاتها. الشغله الثانيه موضوع انفتال الخصيه. انفتال الخصيه هو عمل جراحي اسعافي قطعا وقولا واحدا. زمن ترويه الخصيه 6 ساعات، بعد هال6 ساعات خالصين، ما في امل ولا يعني ما في اي رجاء انه ترجع الخصيه مثل ما كانت. الاهل بدهم يكونوا منتبهين على هالموضوع، خاصه خلال الفحص مثلا او خلال تغيير الطفل، خلال تنظيفه. انه عنده خصيه هاجره. الخصيه غالبا ما بعمر 6 شهور تنزل لتحت لحالها، لانه اساسا بيكون في دفقه تستوستيرون عند الصغار. فهالدفقه هاي بتساعد بنزولها. واذا ما نزلت صار البروتوكول حاليا في بعض المدارس بتوصف علاج هرموني، بس الستاندرد حاليا المعيار الذهبي صار الجراحة بعمر السنة من الحياة، انزال الخصيتين على كيس صفن مع تثبيته. تماما. شكرا على المعلومة القيمة أيضا دكتور. هلا مثل هالعمليات بشكل عام المستمع عم يسأل عن يعني حاله أنه هالعمليات كيف بيتم تحضيرها؟ في عمليات إسعافية قطعا هاي ما بيتناقش فيها. في عمليات بدها دراسة أو تحضير. يعني ودائما يعني مواطنين عم يخافوا من موضوع
التخدير، يعني عندنا هالة الخوف تماما. انه والله ابننا التخدير ما تحمل التخدير وكذا. حابين نطمنهم انه نحن عندنا كادر وعندنا امكانيات وعم تنشغل عمليات هون. لو تحكينا هيك بين قوسين عن موضوع تحضير الطفل ما قبل العمل الجراحي، سواء كان اسعافي او غير اسعافي او بارد يعني مبرمج. يعني. هلا بالنسبه لموضوع التخدير بحديث الولاده او الطفل اول ما يخلق وبحاجه عمل جراحي اسعافي، الخطوره التخديريه دائما بتكون موجوده خلال عند هالفئه العمريه هاي. والشيء اللي بيلعب دور اكبر بموضوع الخطوره في اطفال بيكونوا من التشوهات المرافقه، مثلا تشوهات قلبيه. تماما. التشوه القلبي هي كمان من التشوهات اللي بتزيد نسب خطورة تخديرية عنا. منهم بيكون في عندنا تشوهات او بيكون في عندنا قصور كلوي. تمام. القصور الكلوي كمان له دور كبير بهالموضوع هذا. الشغلة الثالثة الوزن. يعني في منهم بيصنفوا انه اي طفل تحت وزن الكيليين تمام والتخدير بيحمل خطورة عالية. هاي غير انه موضوع انه في عندي طفل خلينا نقول طبيعي وزنه كيلين ونص ل3.5 وبده يخضع لعمل جراحي وفحوص الكامل الأجهزة طبيعية. تمام. فالتخدير حديث الولادة بحد ذاته له خطورة، بس نحن عنا هون بالبلد صار في كادر تخديري. تمام. في عنا كوادر بالعناية، في عنا منافس. تمام. لما بيكون في عناية ومتابعة وقدرة على تشغيل المنفسة للطفل اللي بحاجة طبعا بيكون في نتائج منيحة يعني. وبالنسبة للعمليات الكبيرة إذا بدنا نحكي فرضا عمليات جراحية خلينا نقول فتق الحجابي. الفتق الحجابي بتنشغل العملية خلال من المدارس بيقولوا خلال استقرار الحالة العامة، يعني تصبر يوم أو يومين لتستقر الحالة التنفسية. وبعضها بيقول والله أنه الحالة إسعافية بحكم الأمعاء أو الأحشاء بتكون ضاغطة على الرئة. الأمانة أنا من أتباع المدرسة الثانية لأنه الرئة ناقصة التصنع ما راح تفيد. بالنسبة لموضوع الرئة إذا كانت ناضجة كمان الأحشاء راح تكون ضاغطة. فيفضل إجراء العمل الجراحي. تمام. طبعا صدف واشتغلنا هون بالقامشلي إنه بالمشفى إنه عندي طفل عنده فتق حجابي عمره 6 ساعات. اشتغلنا الفتق الحجابي ونحط الطفل على منفسه والحمد لله تم تخريجه كمان، يعني كانت أموره منيحة. تقبل الخطورة لابد وين ما كانت رح يكون في خطورة. في إلى نسب يعني. في إلى نسب تماما. الشيء اللي بيلعب دوره الطفل تمام الحمل، الوزن منيح، اللي ما عنده تشوهات. الشكل الأهم هو التشوهات القلبية. تمام. اللي ما في عنده نقص أكسجة عند الولادة. تمام. فهاي كل هالشغلات تلعب دور. إذا بدنا ننتقل على شغلة تانية من الناحية التقديرية فرضا رتوقة المري مثلا صار هلا حاليا إذا بدنا نحكي عن نسبة بقية أو سيرفايفل صار إنه الوزن لازم يكون أكثر من 2000 جرام، يعني الوزن أكبر من الكيليين. نعم. وما في عندي تشوهات قلبية. تماما. هذا غير الأنماط الرتوق اللي تجي. تمام. يعني هي كمان إلى أنماط، هالأنماط بحد ذاتها تحدد نوع الخطورة أو ماهية العمل الجراحي اللي راح يتم إجراؤه. وجود التشوه القلبي بحد ذاته لحاله بينزل نسبة البقية ل 73%. مؤكد هالشيء. تمام. تشوه قلبي لحال. مع التشوه القلبي ونقص الوزن أقل من 2000 تنزل كمان لحوالي 50-40%. تمام. هاي عوامل بتأثر كتير على العمل الجراحي. موضوع العمل الجراحي مثلا جاني طفل فرضا عنده رتق شرج، بدنا نشتغل عمل جراحي إسعافي. العمل الجراحي الإسعافي راح يكون مساعدة الطفل تأمين السبيل الهضمي أو الطريق الهضمي. فأغلب حسب أنماطه يا بيتم تصنيع الشرج بلحظته إن أمكن طبعا، وإذا كان نمط ما بيتسمح لنا أو ما فينا نشتغل له هالعملية بحكم الحجم الصغير والساحة الصغيرة واحتمال إنه الشغل يضر عندي بتعصيب المنطقة بحد ذاتها، فهون بيتم فتح شرج مضاد للطبيعة. وبتتبرمج العملية الأساسية اللي هي تصنيع الشرج بعمر 3 أشهر. أيوة. تمام. مرحلتين يعني. تماما. على 3 مراحل راح تكون. لسه بعد تصنيع الشرج راح يكون في إغلاق الشرج المضاد للطبيعة. تماما. رد الكولوستومي. فحسب كل تشوه والتدبير فيه، يعني في منه تدبيرك الإسعافي بيكون فقط إنقاذ حياة فقط. نعم. والأهم هذا هو. تماما. وبالنهاية أنت بتشتغل العمل الجراحي الأساسي. بينما في تشوهات بتجي التشوه بحد ذاته إذا اشتغلته هو إنقاذ الحياة وهو العمل الجراحي الأساسي اللي لازم يتم. تماما. هاي حلو كتير. شكرا للمعلومة يا دكتور. رح أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور فرهاد حمي اختصاصي بالجراحة جراحة الأطفال. عم نحكي عن هيك جملة من المحاور المهمة والأمراض والحالات الشائعة عند الأطفال اللي عم
تكون معهم تشوهات خلقية. دكتور، هلا طريقة العلاج، هلا أغلبية جراحة عنده اختصاص تكون هو جراحة الأطفال، فأكيد راح التدبير يكون جراحي ما بين إسعافي أو بارد إذا بدنا نسميه بالعامية. هلا ضمن بروتوكول المتابعة أو العمل الجراحي، حكينا عن الجراحة كيف بتكون، في شيء مثلا اسمه متابعة مش بالمشاركة مع طبيب أطفال يشرف على لزوم الطفل. يعني لو تحكينا عن مرحلة ما بعد إجراء العمل الجراحي، شو بينطلب من الطبيب الجراح، طبيب الأطفال والأهل؟ هلا بشكل عام رح نرجع هون بالنقطة للعمل الجراحي اللي نكمل فيها. تفضل. أو ما قبل العمل الجراحي. نعم. بشكل عام تجهيز الطفل للعمل الجراحي بيتطلب تعاون كادر كامل. الكادر الأساسي اللي هو بيتكلف من طبيب التخدير. نعم. اللي راح يقيم الطفل قبل العمل الجراحي ويشوف شو بده، شو يلزمه، يحدد نسبة الخطورة. تمام. طبيب الأطفال يلي كمان راح أكيد يشرف على موضوع اللزوم، على موضوع الأدوية، على موضوع المتابعة حتى ما بعد العمل الجراحي. موضوع الفحص السريري بشكل نعم. كامل. وفي حال احتاج لاستقصاءات تانية. صح. خلال العمل الجراحي بيجي دور طبيب التخدير والطبيب الجراح، بيكون في بيناتهم تعاون. هالتعاون هذا مجرد ما خلص العمل الجراحي خلصنا، بصير كمان بده متابعة. طبعا نحن عنا هون قلنا في عنا كادر تخديري بيتابع الطفل حتى انه بعد العمل الجراحي لبين ما تستقر حالة الطفل. وقتها بيستلم طبيب الأطفال كمان او بيكون موجود حتى. تمام. في حال احتاج لمنفسه، في اطباء تخدير بشغل منافس للاطفال، او طبيب الاطفال هو اللي بيشرف على الحاله. صح. خلص العمل الجراحي، الطفل خلصنا من موضوع الخطوره التخديريه. التقييم او المتابعه السريريه بتكون من قبل طبيب الاطفال. حلو. تمام. طبيب الأطفال بيتابع موضوع الحالة العامة والحالة السريرية. دور الجراح بيخلص حسب نمط العمل الجراحي اللي هو مشتغله. تماما. يعني إذا اشتغلنا على الصدر، في عندي مفجرات بالصدر. تمام. المفجر الصدر ما عطالع شيء، الأمور تمام. أنا سحبت المفجر، خلصت شغلي. تمام. الأمور تمام من عندي. فهون بيضل طبيب الأطفال هو اللي يتابع لبين ما يتخرج هالطفل من الحاضنة أو من المشفى. تمام. صارت في مشاكل لا سمح الله جراحية، فهون أنا رح ضل مشرف لبين ما نخلص من قصة المشاكل الجراحية الموجودة. تمام. فبالنهاية هاي الشيء هذا كله بده تعاون كادر كامل ما يتراوح بالتخدير. طبعا التخدير والموضوع يعني جزء لا يتجزأ من موضوع التخدير عمليات حديثي الولادة. نعم. تمام. لأنه كادر تخديري متمكن. صح. تمام. هو شيء كتير مهم. راحتك كجراح وراحة الطفل ما بعد خلال وبعد العمل الجراحي شيء كتير أساسي. وبعدها بيجي دور طبيب الأطفال بالإسلام في حال إذا صار عندي اعتلالات بالشوارد، اضطرابات شارد، اضطرابات بالصحة، سوء حالة عامة. كامل بيكملوا بعض. في عنا أطباء هون، أطباء أطفال قلبية موجودين. في يعني صار في عنا هون بالقامشلي أطباء أطفال عصبية. ففي كادر يعني فيك تستشيره أو تشتغل معهم كفريق لتقدم الخدمة اللي بد أو حابب أو لازم تقدمها لمريضك. تماما. طبعا مشكورين الأطباء اللي يعني اختصوا بهالمجال اختصاصات فرعية، ونتمنى لهم التوفيق دائما. وصدقا العمليات اللي عم تنشغل بالمنطقة دكتورية عمليات نوعية أغلبيتها، ويعني مثل ما اختصرت موضوع السفر إلى أو عناء السفر للعاصمة دمشق، والعمليات اللي تشتغل هون هي عمليات فعلا نوعية ونتائجها كثير مرجوة، هي بخيرة الأطباء اللي هن بيشتغلوها. إذا تحب تعقب على هالشيء تتفضل. مشكورين جدا. طبعا الفكرة أنه نحن هلا جايين بالنهاية حابين نقدم خدمة. تمام. هي اختصاصات جديدة وشغلة حابين نساعد هالمجتمع انه والله بدل السفر او خروج لبرا المحافظة او حتى لبرا البلد، ان كان من الممكن تقديم الخدمة الطبية فالافضل نقدمها نحن احسن ما نوفر عناء وعذاب على المريض بالنهاية. والعمليات النوعية صارت عم تنشغل هون خاص من موضوع جراحة الاطفال. تمام. سواء من التشوهات الصغيرة لموضوع التشوهات الكبيرة. تمام. فإن شاء الله نكون على قد هالمسؤولية. أكيد كمان. إن شاء الله. دكتور، نحن دائما بنختم لقائنا هي قد ما حكينا عن الموضوع اليوم اللي هي محاورنا عديدة، وجراحة الأطفال هي موضوع وبحث عام، هيك حبينا من كل يعني محور هيك نعطي معلومة مهمة ليستفيدوا المستمعين عبر منبر بوير بمجموعة من التوصيات للآباء
زملائكم أطباء الأطفال آباء والأمهات، وزملائكم أطباء الأطفال توصيات، خلينا نسميها نصائح، أو يعني اللي بتحبوا تسموها. هلا النصيحة راح تجي أكتر شيء موضوع للآباء، تمام، اللي خاصة خايفين أو لهم مخاوف من موضوع التخدير، فبيوصلوا لمرحلة ما بيكون فيها خط رجعة. يعني بيوصل لمرحلة بيجيبوا طفلا مثلا سوء حالة عامة، مضطرين يفوتوا على عمل جراحي. هو أساسا إذا كان طفل حديث ولادة أو صغير، تمام، في له مخاوف من التخدير. نعم. بيوصلوا بحالة عامة لسه سيئة. صح. فبموضوع الخطورة بيزيد. نعم. ومخاوفن هن كمان بتزيد. صح. فالنصيحة هون انه الطفل اذا احتاج اي شيء، اي اجراء، سواء كان جراحي او غير جراحي داخلي، يفضل اتباع تعليمات الطبيب احسن من انه يوصلوا لخط ما فيه رجعة. تماما. حتى للي مثلا دكتور خلينا هاي تعدى على نصائحكم، اي مولود صار بقرية بمنطقة ما فيها طبيب، يعني بتفضلوا انه يشوفه طبيب طبعا، سواء كان اي طفل سوي او ما فيه شيء. اي طفل يخلق تمام باي منطقة نائية يفضل لاحقا يفضل يتقيم من قبل طبيب. لانه نحن صدف قبل وذكرنا مواضيع انه في عندي آفات او مشاكل ما بتتظاهر خلال لا اليوم الاول ولا الثاني ولا الاسبوع الاول من الحياة. نعم. كمثال عن ذلك حكينا موضوع تضيق البوابة الضخامي اللي بيتظاهر بالاسبوع الثالث. في عندي مشاكل احتمال يكون في عندي فتق حجابي خلقي ما بيتظاهر لفرضا عمر السنة، احتمال يكون عندي تشوهات معوية كمان تاخذ وقتها لعمر السنة او منتصف الحياة. الإحليل التحتي كتير بنشوف هالظاهرة هاي، بيكون طفل عنده إحليل تحتي وللأسف درجة التشوه مثلا تكون شديدة، بيجي الطفل مطهر. فهون هالطفل هذا هو بحاجة جلد القلفة اللي تماما عم يتم قصه. الاحتمال يتم استخدامه كشريحة وتساعد بالترميم بهالحالة هاي. نعم. فكتير من هالشغلات عم نشوفها. فالأفضل أي طفل ينخلق ينعرض على طبيب أطفال. كتير عم نشوف حالات مثلا صدف خلال هالسنة بالذات شفنا كذا حالة أعضاء تناسلية مبهمة. نعم. هالشغلة بتتطلب تدقيق كتير منيح من قبل الأهل والأطباء كمان بشكل خاص. يعني أي طبيب كان سواء طبيب أطفال أو طبيب جراح أو طبيب عام، حتى لو كان نحن قلنا بمنطقة نائية. أي شك بهالمواضيع هاي يفضل استشارة أخصائي أو طبيب مختص لتجنب الطفل مستقبلا عواقب كتير بتكون وخيمة. تماما. ألف شكر لكم دكتور فرهاد حمي على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. مشكورين زاد مرة الثانية ولو شكرا كتير. شكرا لكم زملائي بالكنترول والبث المباشر. شكرا لكم على حسن استماعكم مستمعينا ومشاهدينا. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفنا بالاستوديو الدكتور فرهاد حمي. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. اتضلوا بخير وسلامة.